رجعنا لحضراتكم مرة تانية، والحقيقة في ظل التحديات والضغوط النفسية اللي بتعيشها الناس ظهرت الحاجة أكتر إلى اتجاهات متعددة من الدعم النفسي والتوجيه الصحيح. والفقرة اللي جاية فقرة مهمة لأنها جاية من مكان كلنا بنعتز بيه وبنعتز بوجوده في مصر، وهو خاص بالمركز العالمي للفتوى الإلكترونية. عمل وحدة خاصة بالدعم النفسي والتوجيه. الوحدة دي هنعرف تفاصيلها، وهنعرف بتقدم ايه وايه الخدمات اللي بتقدمها واهدافها ايه كمان من ضيفتي وضيفة حضراتكم اللي منورانا دكتورة شيماء ربيع، عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية. دكتورة شيماء اهلا بيك. اهلا بحضرتك. منوره الدنيا. نور حضراتكم والمشاهدين. الله يخليك. انا اولا بعتز جدا بهذا المكان. مكان بيقدم خدمات ممتازة جدا، وخصوصا كمان موضوع الوحدة الجديد ده اللي عايزين نعرف تفاصيله. ايه القصة وجات ازاي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو عايزين بس هنا يعني نصحح معلومة معينة. هو المركز او وحدة الدعم النفسي بالازهر الشريف مش جديدة. هي انشئت مش جديدة. هي انشئت بالظبط في 18 سبتمبر 2021. جميل. يعني احنا بقى لنا حوالي 5 سنين شغالين في الدعم النفسي في مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه بمشيخه الازهر الشريف. جميل. بنقدم الدعم سواء يمكن ظهرت الضوء شويه اكتر في الفتره الاخيره مثلا. هو مع كل حدث مجتمعي بتبتدي تاني الناس تسمع عن الوحده. ولكن الوحده بتقدم خدماتها يوميا، سواء كان هاتفيا او ميدانيا او من خلال الحالات اللي بنستقبلها في المركز في قلب مشيخه الازهر الشريف. فالوحده شغاله من زمان، ولكن الفتره دي اي نعم الناس ابتدت تسمع عنها اكتر. بحسب الاحداث او الحوادث المتغيره في المجتمع. جميل. طيب احكي لنا القصه جت ازاي، الانشاء، وكان الهدف منها ايه وقتها؟ هي الحقيقه وحده الدعم النفسي بمركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه جاءت استجابه ملحه للواقع اللي بيفرض نفسه. لاننا في الاصل المركز معني بالفتاوى الهاتفيه، ولكن احنا بنستقبل الفتاوى لقينا ان الناس محتاجه مش بس للفتوى الدينيه، ده محتاجين اللي يدعمهم واللي يسمع منهم ويوجههم. وكمان من الحالات لم الشمل. يعني عندنا وحده هي مختصه بحل النزاعات الاسريه، هي وحده لم الشمل بالازهر الشريف. فبرضه جانب كبير جدا جدا من التوجيه الاسري اننا ندعم الناس نفسيا ونحطهم على المسار الصحيح. يعني هم وحدتين؟ ده هو كذا وحده. لا انا بتكلم على الوحدتين اللي حضرتك ذكرتيهم. بالظبط. الاثنين كمان بيساعدوا بعض. بالظبط. كل وحدات المركز بتتكامل وبتتناغم مع بعض. فبالتالي اللي عايز فتوى احيانا بيكون محتاج دعم، اللي عنده مشكله اسريه بيكون محتاج دعم. كمان من اللقاءات الأسرية من خلال وحدة التوعية الأسرية والمجتمعية بالمركز، لما بننزل احنا لقاءات للشباب وللناس سواء في المعاهد أو الجامعات أو المراكز الشباب والقرى وغيره، برضو بنقدم الدعم النفسي. فلقينا ان كل اللقاءات دي وكل الاحتكاكات دي مع الناس محتاجة ان حد يتدخل بصورة منهجية، بوعي ديني وبوعي علمي، لان هم يوجهوهم او يقدموا لهم الدعم النفسي. كمان برضو وحده المتابعه، الرصد والمتابعه عندنا في المركز بترصد الظواهر المجتمعيه اول باول، وبتخرج بتقرير للحاجه الملحه اللي محتاجين ان احنا نتدخل فيها. كل الامور دي مع بعضها جاءت متضافره طبعا، وجاءت وحده الدعم النفسي استجابه ملحه جدا وضروره مجتمعيه طيب لما بعمل اي مشروع او اي وحده هنقول بيبقى فيه مستهدف، انا بستهدف مين؟ هو احنا بنستهدف كل طبقات المجتمع وكل الاعمار وكل الفئات. اي نعم ممكن الاطفال ما يكونوش معانا في النطاق الخاص بالتوعيه وبالدعم وغيره، ولكن احنا بنستهدف الفئات الناضجه اكتر. يعني ممكن بيكلمونا ولاد وبنات من سن 12 سنه لحد طبعا 70 و80 سنه بيتكلموا معانا من كل الفئات العمريه. بنقدم لهم الدعم النفسي قدر المستطاع، سواء برضو التواصل مباشر عن طريق الرقم الخاص بتاعنا 19906 او اللقاءات اللي بنعقدها في المشيخ. يعني في حد ممكن يجي بشكل مباشر يتقابل يطلب دعم نفسي او بيعرض مشكلته وبيتم توجيهه للوحده ويبدا يتكلم، وفي ناس بتتكلم بالتليفون. هو في الغالب بيبقى الاتصالات هي الاكتر. لو لقينا ان الحاله لا محتاجه يعني جلسه مره واثنين فبنطلب منهم يجوا في الحال. لو ده متاح ليهم بيتفضلوا يجوا في الحال. ممكن لو في حالات، بعض الحالات المعينه اهاليهم مثلا او ذويهم بيطلبوا ان احنا ننتقل نروح ليهم،
فبيجي وينتقل معاه حد من المشايخ. الحاله تستوجب الانتقال. بالظبط، وده ليه؟ حصل بتبقى كتير ايه جدا. الاسباب في ده؟ بتبقى حالات في غالبا الحالات اللي انا اتعاملت معاها بنفسي كانت حالات انعزال، يعني هم منعزلين ومش عايزين يتكلموا مع حد واهاليهم بيستغيثوا بحد يتكلم معاهم ويحاول ان هو يفتح مجال بس كده للكلام وحل المشكله. طيب انا معلش يعني هخرج عن النسق شويه واقول لك اضربي لي مثال باكتر من حاله، طبعا بعيدا عن التفاصيل يعني. رحت لحالات معينه اتصدمتي زي ما بنقول بالواقع اللي بتشوفيه، بنتعامل ازاي مع الحالات اللي زي دي؟ وقول لنا نماذج منها. هو يعني برضو الحالات في يعني حط ممكن اطار عام. الحالات اللي انا انتقلت بيها او اتعاملت فيها مع يعني مباشره كانت الحالات خلاف الولاد مع الاب او الام. بيكون طبعا هم مش متفاهمين ازاي الاب والام لما بيتعاملوا معاهم في امر من الامور او في موقف من المواقف وبيشدوا عليهم فيه. الولاد عندهم رفض باستمرار، طبعا اللي هم في المرحله العمريه الثانوي والجامعه. ومش فاهمين بالظبط يعني هم بيعملوا ده ليه. وكمان الاب والام ممكن يكونوا بيتعاملوا بصوره مش قادره توصل للولاد التعامل الصحيح وان احنا بنعمل ده ليه. دي نقطه مهمه. الاب والام بصراحه في غياب كبير جدا في ثقافه التعامل مع الشباب والبنات في المرحله العمريه دي اللي هي ممكن من 16 سنه مثلا لحد العشرينات. ما فيش طبعا او ما فيش تواصل. فكره ان الانتقال من مرحله الطفوله وسماع الكلام مجرد لمرحله ان انا ليا راي وليا ثقافه وليا واقع والكلام ده كله صعب شويه ان ده يحصل. فبنعمل احنا بنكون حلقه وصل بنفهم الاباء والامهات وبنفهم الولاد. فبنعمل جلسه واثنين وثلاثه، مفيش اي مشكله خالص ان احنا نكرر الجلسات لحد ما الدنيا تستقر. يعني مش في كل الاحيان بيبقى الخطا عند الولد او البنت، لا. ممكن يبقى الخطا مشترك او الخطا كمان ممكن يبقى مرتكز عند الاب والام. دي نقطه وركيزه مهمه جدا جدا في التوازن النفسي. ان مفيش انسان مصيب على طول الخط. طبعا احنا مش انبياء ولا معصومين. طبعا عادي جدا جدا اني اتقبل ان بابا في الموقف ده كان غلط او يعني استخدم طريقه مش صحيحه تماما. ولكن بننظر هنا برضو عشان نحقق برضو فكره الطاعه والبر بالابوين وازاي يسمعوا بعد كده انه الهدف ايه والدافع ايه. ده مهم جدا جدا. فالدافع بريء جدا جدا وكويس، ولكن الطريقه اقول لك مصطلح بلدي بيتقال كده، يا ابني هو انا عايز اضرك؟ بالظبط. دي كلمه بتتقال، هو انا عايز اضرك؟ هو انا ممكن اكون نصحتك غلط او استخدمت طريقه غلط لكن عمري ما هضرك. مش ده اللي بتوصلوه؟ بالظبط كده. فهي بس فكره ان احنا نفهم بالظبط احنا عايزين ايه والدوافع ايه، وان احنا نعمل الحوار بيننا وبين بعض، كل واحد فينا يعبر عن احتياجاته والطريقه الامثل ليها. لان اكيد الاب بيفكر بطريقه، الولاد بيفكروا بطريقه ثانيه. يمكن يكون المناقشه مع الاب والام مش موجوده كتير، فده يعني لا، الولاد عايزين حد يسمع وحد يفهمهم ويديهم فرصه ان هم يمارسوا حريتهم برضو. الدنيا اتغيرت كمان جدا، الناس جداً. مش عايزه تدرك ده للاسف. طيب التوازن بقى بين الدعم النفسي والنصح الديني، لانه ده محتاج احيانا لما تدخلي لحد من الجانب الديني بيقلق شويه او كاش، انت ايه، انت بتقول لي ايه وانا بعمل ايه غلط. لو دخلت من الجانب النفسي بس لوحده برضو بيبقى الموضوع هين شويه. فانت محتاجه توازن في الاثنين. هو الناس فاهمه الدعم الديني غلط، فاهماه اللي هو زي خطب الجوامع، وان واي، هو اللي بيتكلم وهو اللي بينصح وقال الله كذا وايات رص ايات. الدنيا مش كده خالص عندنا في المركز تماما تماما. لان احنا اولا احنا المركز برضو يعني احب اقول ان احنا عندنا وحده متخصصه، لجنه علميه استشاريه من كل التخصصات العلميه طبعا. اللي موجوده طبعا. فمنها برضو استشاريين نفسيين متخصصين في الطب النفسي ومعالجين نفسيين والصحه النفسيه، واحنا نفسنا برضو لينا دراسات طبعا. كتير جدا في الجانب طبعا. النفسي. طب ندمج ده ازاي مع الدعم الديني مع الدعم النفسي مع بعض؟ هو اولا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا يعني جعل لنا منهج في كل شيء في الحياه، وتعبدنا في كل موقف من المواقف بشيء معين. بس مين اللي يقدر يوصل لده في حاله الشتات اللي موجوده واضطراب المشاعر السلبيه اللي بيبقى عايش فيها الانسان في دي؟ فبنسمع منه، ودي اهم حاجه، نسمع منه كويس جدا جدا. بنبتدي ان احنا نحاكم الفكره اللي بيطرحها، كل فكره هل الفكره دي صحيحه ولا لا؟ يعني احيانا الانسان بيهدى مجرد ان احنا نبين له انه دي يا جماعه دي ده انت عندك تشوه معرفي، انت الفكره دي خطا اصلا، فبالتالي خلاص كل اللي مبني عليها خطا فهو بيهدى على كده. او ان الفكره حتى لو صحيحه وانت كده عملت اللي عليك ولكن اجتهدت كتير جدا جدا وما لقيتش نتيجه،
هنا بقى محتاج ان احنا ندخل بقى بالجانب الديني. انت عملت لله عز وجل، طب ده مطلوب منك بالظبط ولا لا؟ مطلوب انك تستمر فيه ولا لا؟ يجي تاني الجانب النفسي، يقدم المرونه النفسيه وعدم الجمود، وان انت عليك ان انت يعني تغير وتسعى، والسعي مطلب ديني. عليك ان انت تكون متفائل ان ربنا سبحانه وتعالى هيكلل سعيك ده. الانسان محتاج يحس في لحظات التعب وفي لحظات الضيق بجدوى اللي بيعمله، فكله موجود عند ربنا سبحانه وتعالى، يحتسب الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى، ويدخل جانب العبادات القلبيه. وده اللي احنا بنوجهه لهم كتير. افهموا يا جماعه تزكيه النفس، افهموا يعني ايه معنى عبادات قلبيه. احنا مش بنعمل في الحياه وبس، قلبي لازم اتفقده. والتوازن النفسي ان انا عشان احققه ده لازم ابقى عارف ان في جدوى تاني غير ماديه غير ملموسه. فده كتير بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني كل انسان وكل تعامل مع كل شخصيه على حسب مقاومتها، ولكن كتير جدا جدا بتنتظم في الحقوق والواجبات اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بيها، ومدى اني خلاص انا تقبلت الواقع. جميل. طيب الخطاب الديني ودوره في تقليل القلق واليأس، لأن الاثنين الحقيقة بيؤدوا إلى نتائج سيئة. هو ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن التشاؤم، وقال ان ربنا سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. دي سنة ربنا سبحانه وتعالى في الحياة. وما وعدناش ان الدنيا هي جنة، لا هي ده اللي الانسان بتغفل عنه. انا عندي هدف وما حققتوش، طب وهي الدنيا اصلا مطلب في حد ذاتها؟ لا، هي دار ابتلاء. ده ربنا سبحانه وتعالى ابتلى اشد الناس او اكثر الناس يعني منزله عنده هو انبياؤه، وقال ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. فبنحاول نوضح للناس فلسفه ربنا سبحانه وتعالى من الابتلاء ومن الكون. هو ما وعدناش بده، ما وعدناش ان احنا نعيش في الحياه حياه سعيده. برضو ان احنا بنسعى، والسعي ده انا مجازى عليه. تحصيل النتائج دي مش بتاعتي. أيوة. التوفيق والسداد من عند ربنا سبحانه وتعالى. قال لي برضو ان انا اكون عندي نوع من التفاؤل والاستبشار، واني انا كمان مع غيري اعمل ده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا بشروا ولا تنفروا. بس فكتير من التعليم الدين بتحث على ان انا بعمل اللي عليا. الدنيا مش دار مستقر، كل شيء موجود عند ربنا سبحانه وتعالى، وكمان ربنا رحمته واسعه وخزائنه ملأه. يعني انا ما اجيش عند موقف وانتهى على كده خلاص. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى في الحديث النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يبقى انا كده كده مبتلى، وإنا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه. فهو مبتلى في الكون. فكل امر وكل مرحله بيمر بيها هي مجرد خطوه للآخرة. هو بيقدم ايه ربنا سبحانه وتعالى بعد كده. طيب طريقة النصيحة بقى، يعني لما اجي انصح حد اتكلم معاه ازاي؟ هو انا مش هتكلم الاول، هسمع قوي وانصت واديله فرصته. هو لما هيتكلم انا بيسموه فن. طبعا الاستماع اسمه فن الاستماع، طبعا أو فن الاستماع، حسن الاستماع. اني وانا بسمعه انا بنصت باهتمام، انا برتب الافكار اللي هو بيقولها واللي بيطرحها، بحط كل حاجه في الاطار بتاعها. هو انه بقى يكون متوازن نفسي، لازم يتحمل هو مسؤوليه توازنه النفسي. لان فكره عدم تقبله انه هو يكون انسان ايجابي ويكون انسان عايز يخرج من محنته، دي مسؤوليته هو الشخصيه. فلو هو ما ساعدش في ده او قال يعني هو انا هعمل كذا، هو انا يعني انسى اللي حصل، لا، ده لازم يكون في استجابه، في تغيير، وفي خطوه ثانيه، وفي مرونه في ان احنا نحاول نوصل للتغيير مع بعض. فيعني على قد ما بنقدر بنحاول معاه ان احنا نسمع ونرتب. هضرب لك مثل بسيط كده بأب ممكن علشان يعلم ابنه صلاة او يشد ابنه للصلاة شويه يقول له ايه، انا هصلي تصلي معايا. غير اب تاني يقول له ايه، ما تقوم تصلي، ده انت ربنا هيعمل فيك ويسوي. وده الفرق في الجذب. مش كده؟ الوعي طبعا. التربيه مسؤوليه، والتربيه هي يعني فن، ولازم اكون عارف انا بعمل ايه، وعارف ان ايه الطريقه اللي ممكن تجيب يعني نتيجه مع الولد ده غير الولد التاني. في حد انا بحفزه، في حد انا بكافئه، في حد انا ممكن ازعل منه وابين له ان انا غاضب. فكتير من التوجيهات، وده بيجي لنا على فكره، ان برضو التوجيهات المفروضه على الابناء غير مقبوله، غير مقبوله بالمره. طب انا اسكت خالص؟ لا، ما هو الموضوع ان انا بقول، بس بقول ازاي؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وامر اهلك بالصلاه
واصطبر واصطبر. عليها. يبقى انا هامر صحيح. وهصطبر. جميل. طيب دكتوره شيماء، الخدمات اللي بتتقدم، انا مش عارف اسال السؤال ازاي، هي اكيد بدون مقابل مش كده؟ طبعا كل الخدمات كل مجانيه. الخدمات مم. يعني سواء انتقال لبيت او كده او اي حاجه بالظبط. دي بدون مقابل. كلها طبعا مجانيه تبع ده المؤسسات الجمال الازهر في الموضوع، الشريف لانه كلها. عارف انا بس حضرتك السؤال ليه؟ لان في ناس بسيطه بتتفرج علينا ممكن دي تكون حقيقة. عايزه تعرف المعلومه دي حقيقة، خاصة فاحنا بنوصل لهم السيشن في الجلسات النفسية يعني برقم، آه. والمتابعات طبعا لما يتابع 10 جلسات ولا 20 جلسة فبيدفع كتير. يعني بيكون عايز، بس برضه طبعا دي حالات وحالات. يعني في حالات لا هي ممكن ان احنا نساعدها، وفي حالات تانية لا انت محتاج متخصص يعني قطعا. بتبقى خلاص خرجت المرحلة انت طبعاً. محتاج متخصص بالظبط كده. جميل. طيب احنا ايه اسباب وقوعنا في اليأس نفسه؟ يعني ليه الانسان بييأس كده، وصل لمرحلة من اليأس؟ هو في سبب الاولي الجمود. الجمود واني انا بدي كتير ومش عارفه انا بدي ليه وما براجعش نفسي. يعني انا ممكن في موقف من المواقف او في حاجه مفروضه عليا في حياتي انا بدي فيها كتير، طب وانا مطلوب مني ان انا ادي في الجانب ده؟ كمان النظره الاحاديه للحاجه اللي قدامي بس. يعني كتير من الناس لما بنقعد معاهم بنقلص المشكله، بنبين لهم مثلا انت عندك مشكله في الجانب الفلاني مع الزوج مثلا، طب انت هل هي حياتك الزوج فقط؟ فانت شايفه الحياه كلها سوداويه ومستحضر في ذهنه كده، فقره بين عينيه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لنا كده. هو حاطط فكره واحده في ذهنه، فبالتالي شايف الدنيا كلها بنظره سوداويه. ولكن لما بيبتدي يبص كده للجوانب الثانيه من النعم ربنا سبحانه وتعالى عليه، ان كان انسان اتعلم ونجح في تعليمه ونجح في شغله وعنده اولاد وقادر ان هو يربيهم، عنده اهل قادر يبرهم، عنده اصدقاء وعنده شغله، حاجات كتيره جدا جدا بنبتدي ان احنا نبينها للانسان فيشوف ان هو لا، هي الدنيا مش بالنظره التشاؤميه دي فقط. بالظبط كده. بالظبط. جميل. طب امتى نقول ان الشخص ده محتاج دعم نفسي؟ يعني احنا كمحيطين بالشخص، يعني بعض الاسر او بعض الاشخاص ممكن بيطلبوا الدعم لذويهم. بيظهر عليه طبعا بعض الامور او بعض الارهاصات، يعني قد يكون منها مثلا الانعزال، زي ما بعض الحالات بتستدعينا في الحالات الانعزال. ممكن الانقطاع عن بعض مهامه سواء كانت دراسه او عمل او غيره. ممكن المظهر نفسه بيبان عليه ان هو لا، هو مش بيمارس العادات بتاعته بالصوره اللي كان معتاد عليها، هو باين عليه الامر ده. ممكن بالكلام هو نفسه بيقول عبارات فيها عدم رضا ويأس وسخط، وهنا المفروض ان احنا يعني نسمع لده بجديه. يعني انا بحترم جدا جدا الاسره اللي تسمع وتيجي تقول انا ابني عنده مشكله. يعني انا مكلماني الاسبوع اللي فات وقالت انا ابني عنده مشكله، منقطع عن الدراسه، شايف ان مفيش فايده فيها رغم ان الجامعه بتاعته كويسه جدا ومستواها عالي هي لمحت من ابنها ان هو عنده مشكله. كويس ان هي اتجهت لكم انتوا على طول. لا ده كتير بيجي بصراحه، وده شيء جدا يعني جميل جدا جدا. هي عارفه ان الكلام مع ابنها يمكن كلامها هي بقى مستهلك فمش هيسمعه، فمحتاجه حد تاني يتدخل. عارفه ان الابن ممكن يحرج ان هو يقول لها على شيء في حياته لحسن تاخده ضده. فمحتاج ان حد يتكلم معاه بسريه ويضمن انه مش هيقول له الكلام ده بعد كده تاني قدامه او العيب ده قدامه. فده يعني شيء ايجابي كتير جدا من الاهل. الاسره دورها ايه في رفع الضغوط عن افرادها علشان ما حدش يوصل للمرحله دي من فقدان الامل والضيق هو سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الأسرة في الإسلام ونظم الحقوق والواجبات، كانت حكمة من ضمن الحكم الزواج وتكوين أسرة إن إحنا نقدم لبعض الدعم. فكل واحد يقوم بالدور بتاعه بدون ما ينتظر المقابل. علينا بملاحظة التغيرات في حياتنا مع بعض. علينا ان احنا نقعد مع بعض ونفكر في هل بالفعل احنا بنواجه مشكلة ولا لا، المشكلة دي حقيقية ولا وهمية. ممكن نقعد مع بعض كده نشوف أسوأ الفروض. طب يا ابني حتى لو ما جبتش المجموع اللي انت عايزه، لان كتير برضو من الطلبة بتدخل في الجانب الدعم النفسي بيجوا لنا كتير جدا جدا، بدل ما انا عليهم الضغط. يعني كتير من الاسر ممكن تضغط الولاد في مرحله الامتحانات. ابن خالتك خد بالك ده دخل كذا وجاب كذا السنه اللي فاتت، مش عايزينك تحرجنا قدامهم. كلمني مش كده ولا ايه؟ طالب بيقول لي انا عايز ارمي نفسي من فوق لان ماما بتعايرني ان انا جبت مجموع وحش. وكان في ماده، يعني كان مجرد ماده، ما هياش اخر السنه، ما هياش ثانويه، ما هياش كذا. فنراعي ده ان احنا يعني اي نعم في اهتمام بمستقبلهم وفي توجيه وفي ولكن التوازن مطلوب.
نراعي نفسيتهم، نحاول نديهم فترات حتى ترفيه. ده الترفيه ده امر استجاب مشروع. لندائك لما اتكلمتي معاه؟ طبعا طبعا. ومش بس كده، هو احنا هنا ما بنغفلش عن ان احنا نكلم الاهل نفسهم. يعني انا طلبت اني اكلم ماما نفسها، يعني انت يعني كنت قلبك على مصلحته، ولكن خلي بالك الامور بميزان. صحيح. دكتور شيماء نورتينا. الحديث محتاج وقت الحقيقه، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية. بشكر حضرتك. بشكر ضيفتي وضيفه حضراتكم اللي كانت منورانا في الركن الحواري الاخير من حلقتنا النهارده، دكتوره شيماء ربيع، عضو المركز العالمي للفتوى الالكترونيه. عرفنا منها تفاصيل كتير عن هذه الوحده الخاصه بالدعم النفسي والديني للاسره المصريه. ده كان ختام حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم، نلتقي غدا اسره جديده في صباح القاهره.